بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة دي هنتكلم عن اللوبس. لو افترضنا ان انا عندي البروجرام ده عايزه يبرنت الارقام من 1 ل4. فالبروجرام ببساطة هيبدأ هيبرنت 1، بعد كده هيبرنت 2، بعد كده هيبرنت 3، بعد كده هيبرنت 4. طيب فواضح ان انا كررت كود معين اكتر من مرة، اللي هي البرنتنج دهيت، كتبت البرنتنج ديت اكتر من مرة. ده لما يتحول لكود مثلا في الجافا هنكتب system دوت اوت دوت برنت مثلا 1، وبعد كده system دوت اوت برنت 2، وبعد كده system دوت اوت برنت 3، وبعد كده system دوت اوت برنت 4. طب افرض قلت لك انا عايز البروجرام دوت يبرنت من 1 ل100، يبقى هتكتب الكود ده 100 مرة. طبعا دي حاجة يعني مش كويسة ان انا اكتب الكود متكرر كذا مرة. طيب فكرة اللوبس ان انا يبقى عندي كود بيتكرر كذا مرة، بس في اختلافات بسيطة، زي مثلا هنا الفرق ما بين ده وده 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 هو الرقم اللي انا بعمل له برينتنج، لكن هو نفس الكود بتاع البرينتنج. يبقى في جزء فاريبل اللي هو ايه، اللي هو الرقم ده فاريبل يعني متغير، في جزء متغير اللي هو الرقم دهوت. ففكرة اللوبس ان انا اخليه كود واحد بس يتكتب، والحاجات المتغيرة من الكود ده للكود ده للكود ده للكود ده تتحط في فاريبلز، وقيمة الفاريبل دي تتغير مع كل مرة انفذ الكود دوت. تعالوا نشوف ازاي ممكن ده يحصل. تعالوا نحول الكود دوت لفلوت شارت تاني باستخدام اللوبس. طيب احنا اتفقنا ان الكود ده هو ممكن يتكتب مرة واحدة بس، ويبقى فيه الجزء المتغير يتكتب باستخدام variable. فانا هاجي هنا اهوت، بدل ما كنت بكتب الكود المشترك المتكرر ده 4 مرات، هكتبه مرة واحدة بس، وهكتب فيه print. هكتب print كام بقى، 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ بما ان ده متغير، الرقم ده متغير، فهحطه في variable اسمه مثلا اي، يبقى هعمل print للاي. يبقى انا دلوقتي الكود ده بدل ما كان مكتوب 4 مرات كتبته مرة واحدة بس، شلت الجزء المتغير ما بين اللي مش مشترك او المختلف يعني ما بين الكود والتاني، حطيته في variable اسمه اي اللي هو الرقم. طيب وفي اول مرة خالص عايز ابرنت، هكون عايز ابرنت 1، يبقى الانيشال فاليو للاي ديت المفروض تكون كام؟ 1. يبقى انا هاجي هنا في الاول هعمل اي بتساوي 1، يبقى انا كده عملت initial value، قيمة ابتدائية للاي بكام؟ ب1، لان انا عايز اول مرة ابرنت 1. فكده لو الكود ده اشتغل هيخش يعمل ايه؟ هيخش يخلي الاي ب1، بعد كده يبرنت الاي فيبرنت 1. كويس. بعد كده الخطوة اللي وراها انا عايز المرة الجاية ابرنت 2. كده انا عملت برنت الواحد. الخطوة الجاية ان انا عايز ابرنت كام؟ عايز ابرنت 2. والخطوة اللي وراها انا عايز ابرنت 3، وبعد كده اللي وراها عايز ابرنت 4. فواضح ان انا الاي دي قيمتها لازم تتغير عشان تبرنت المرة الجاية حاجة جديدة. قلنا ان الاي ده هو المتغير ده بدأ ب1، بعد كده بقى 2، بعد كده بقى 3، بعد كده بقى 4. فقيمة المتغير اي بتتغير مع كل مرة بكرر فيها الكود دوت. بتتغير ازاي؟ ان انا بزود 1. الاول كان 1، زودت عليه 1 بقى 2، زودت 1 بقى 3، زودت 1 بقى 4. يبقى انا محتاج ان انا بعد ما اعمل برينتنج للاي اغير قيمة الاي علشان اطبع القيمة الجديدة. فهاجي هنا اهوت هقول له اي بتساوي اي بلس 1. دي عملية assignment شفناها قبل كده كتير في حلقات تانية. الاساينمنت ده بيعمل ايه؟ بيعمل الجزء اللي على اليمين. انا دلوقتي عندي الاي ب1، هيجمع عليها 1 تبقى 2، ويسيب الفاليو دي في الاي تاني. فالاي ساعتها هتطلع بعد ما اطلع من هنا هتبقى الاي بكام؟ هتبقى الاي ب2. حلو. دلوقتي انا بدأت الاي ب1، عملت برنت للاي فراح طبع 1. بعد كده خليت الاي بتساوي، زودت على اي 1، فبقت الاي دلوقتي بكام؟ ب2. قيمة الاي دلوقتي عندي ب2. عايز الخطوة الجاية اعمل ايه؟ عايز ابرنت 2، عايز ابرنت تاني، عايز اعمل عملية البرنتنج ديت تاني. يبقى اعمل ايه؟ انا عايز اطلع فوق تاني عشان البرنت قيمة الاي. فهطلع فوق، يبقى هطلع كده اهو تاني،
هرجع تاني هنا اهو، هقوم داخل فين في البرينتنج، اقوم طابع اي تاني. انا دلوقتي اول ما بدأت خالص كانت الاي بكام؟ بواحد. بعد كده دخلت عملت طبعت الاي فطبعت واحد. بعد كده خليت الاي بتساوي اي بلس 1، اي بلس 1 باتنين، يبقى والاي بتساوي اي بلس 1، يبقى الاي هتساوي اتنين. هقوم راجع تاني اكرر نفس الكود اللي هو بيتكرر. يبقى فكرة اللوبس ان انا بص عملت ايه، لفيت ورجعت الكود فوق تاني، لفيت ورجعت حاجات انا كنت بعملها من شويه. دي حاجه جديده، احنا طول عمرنا لحد دلوقتي كنا بنشوف الفلوت شارت بتمشي خطوه ورا خطوه ورا خطوه ورا خطوه في اتجاه واحد من فوق لتحت كده اهوت. دلوقتي في حاجه جديده دخلت عندنا، ان انا ممكن ارجع لورا وانفذ حاجه نفذتها من شويه، ارجع انفذ تاني حاجه كنت بعملها. فاخش برنت حاجه هنا، هرجع تاني هقوم برنت الاي دلوقتي بكام؟ باتنين. هعمل لها برينتنج، يبقى هطبع اتنين، واقوم بعد كده داخل على الخطوه اللي وراها. انا ماشي مع السهم، بعد ما دخلت برنت همشي مع السهم. السهم يعمل ايه؟ اي بتساوي اي بلس 1، زود على الاي واحد تبقى تلاتة، يبقى الاي ساعتها هتساوي تلاتة. واعمل ايه؟ وهرجع تاني هقوم داخل عامل برينتنج للاي، يبقى هبرنت تلاتة. وبعدين بعد ما برنت الاي اخش على الخطوه اللي وراها، اي بتساوي اي بلس 1، يبقى دلوقتي الاي هتبقى بكام؟ يبقى دلوقتي الاي هتبقى 4. وارجع تاني ماشي. بعد ما خلصت الخطوه دي هرجع تاني اعمل ايه؟ اعمل برينتنج للاي، الاي ب4، يبقى هعمل برنت ل4. جميل. وبعد ما تبرنت ل4 هتخش اي بتساوي اي بلس 1، فالاي دلوقتي هتبقى بكام؟ هتبقى ب5. بعد ما تعمل اي بتساوي اي بلس 1 ترجع تاني برضو لوب. بص كل ده احنا عمالين شغالين في لوب. ليه لوب؟ يعني ايه لوب؟ حاجه يعني حاجه بتلف او داخل في كذا خطوه عمال تكررها اكتر من مره. هتلاقي الاسهم بص عامله زي دايره كده، سايكل ماشي مع الاسهم، ماشي من الاسهم، ماشي عمال تكرر الموضوع دوت كذا مره، عمال تعمل الحاجه دي كذا مره. عامله زي الغساله بتفضل تلف 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 لحد ما بعد فتره معينه تقف. بتكرر نفس الوظيفه اللي هي عماله تعملها. زي المكنه، اي مكنه بتكرر نفس الشغلانه، بتطلع نفس المنتج، بتعمل نفس الفانكشن، نفس الوظيفه اللي المكنه بتعملها، عماله تكررها لحد ما حد يقول لها اقفي كفايه مكنه كده، ما وقفي شغلك. طيب دلوقتي الاي بقت ب5. هخش تاني هعمل برينتنج لمين؟ هبدا دلوقتي هبرنت 5، بس انا مش عايز ابرنت 5. ليه؟ البروجرام بتاعي كان عايز يبرنت لحد 4. انا لو سبت الكود البروجرام بتاعي كده زي ما هو هيفضل يبرنت 5، وبعد كده يبرنت 6 و7 8 9 الى ما لا نهايه. هيفضل عمال الدايره اللي دخل فيها دي، السايكل اللي دخل فيها ديت، اللوب اللي دخل فيه ده عمره ما هيطلع منه. يبقى احنا لازم نوقفه. زي ما قلنا الغساله بتقف بعد فتره، المكنه بتقف بعد فتره، بعد ما تنتج عدد معين من مثلا الوحدات لازم تقف. فلازم نوقف اللوب ده، والا البروجرام هيفضل شغال الى ما لا نهايه. مثلا هديك مثال، مثلا انت ساعات بتشغل بروجرامز والبروجرام تلاقيه هنج معاك، وقف كده. غالبا بيكون من ضمن الاسباب اللي بتخلي البروجرام يهنج ان هو دخل في لوب زي دي كده اهوت وما طلعش منها. مفيش حاجه طلعته، مفيش حاجه قالت له اقف، عمال يعمل حاجه، عمال يكرر نفس الفانكشن، عمال يكرر نفس الوظيفه اللي بيعملها، الاوبريشن اللي بيعملها عمال يكررها من غير ما حد ما يقول له اقف او اطلع من اللي انت بتعمله دوت. فلو سيبنا البروجرام على كده هيفضل يبرنت 5 6 7 8 9، هيفضل يعد لحد ما لا نهايه. طيب يبقى احنا لازم نوقفه، لازم نعمل له ستوب لللوب دوت، نقول له اقف لحد كده. انا عايز ابرنت، في حالتي مثلا انا كنت عايز ابرنت لحد ما اوصل لل4. بعد كده لازم اقول له اقف بقى، خلاص انا كده خلصت البروجرام بتاعي، اقف ما تكملش برينتنج. يبقى احنا محتاجين هنا احط كونديشن يقول لي امتى اقف وامتى اكمل. فهحط كونديشن زي الكونديشن اللي كنا بنحطه في الايف قبل كده. الكونديشن اي كونديشن في الدنيا ليه ترو وليه فولس. فالترو بتاعي يعني طول ما الكونديشن ده بيتحقق هيخش ينفذ الكود بتاع اللوب، الكود اللي انا عايز اكرره. والله الكونديشن ما اتحققش، ساعتها هيطلع من اللوب ويروح يعمل حاجه تانية.
يبقى انا عايز احط كونديشن اللي بيقول افضل شغال في اللوب ده امتى، افضل اعمل نفس الكود اللي جوه ده طول ما ايه بيحصل، واول ما الكونديشن ما يتحققش هطلع من اللوب واوقف الشغل اللي انا كنت عامل اكرره. فانا مثلا في حالتي هقول طول ما الاي، انا عايز ابرنت الارقام من 1 ل 4، عايز ابرنت الارقام من 1 ل 4، فطول ما الاي اصغر من او تساوي 4 هخش اللوب عشان ابرنت الاي دهيت. لما تبقى الاي اكبر من 4 خلاص انا كده معنى كده ان انا خلصت الاوبريشنز اللي كنت عايز اعملها، انا كنت عايز ابرنت لحد 4، فساعتها هطلع واكمل البروجرام عادي بقى، اشوف انا كنت عايز اعمل ايه بعد ما الجزء المتكرر ده كنت عايز اعمل ايه في الاخر. عايز اطلع اعمل اند للبروجرام، يبقى هعمل هنا اند كده. لو بصينا هتلاقي ان انت اول حاجه دخلت الاي ب1. هل الاي اصغر من 4؟ الاي ب1 الاي اصغر من 4. هتقوم داخل جوه اللوب تعمل الكود او الشغل اللي كنت عايز تكرره. عايز اعمل ايه؟ عايز ابرنت الاي، يبقى هبرنت الاي في الاول خالص ب1، يبقى هبرنت 1. بعد كده هزود قيمه الاي تبقى الاي ب2 واطلع فوق اكرر نفس الكود. الاي بقت ب2، هل الاي اصغر من 4؟ لسه الاي اصغر من 4، يبقى معنى كده انا لسه جوه اللوب. هخش انفذ اللوب ده تاني، هبرنت الاي، هتبرنت 2، بعد كده تخلي الاي تزودها ب1 تبقى الاي ب3، اي بقت ب3 تطلع. شوف هل اخش اللوب تاني ولا انا كده خلصت؟ هيتشيك هل التلاتة اصغر من 4؟ يبقى انت لسه في اللوب. هتخش تبرنت التلاتة، وبعد ما تبرنت التلاتة هتزود قيمة الاي تبقى الاي ب4 وتطلع فوق تاني، الاي بقت ب4. تشوف هل لسه اخش اللوب ولا مش هخش اللوب. انا عايز ابرنت لحد 4، فهتشوف هل الاي اصغر من او تساوي 4؟ يبقى هتخش لسه اللوب تاني، انت لسه ليك كمان مرة في اللوب. تخش هتبرنت الاي، تبرنت ال4، والاي دلوقتي بقت بكام؟ هتزود الاي فالاي تبقى ب5. تطلع بقى الاي دلوقتي بقت ب5 وانا طبعت لحد ال4 خلاص. هل ال5 اصغر من او تساوي 4؟ لا. يبقى كده معنى كده ان انا خلاص خلصت اللوب بتاعي، مش عايز اخش في اللوب ده تاني. خلصت الوظيفة الاوبريشن اللي هو كان عمال يكررها، مش عايز اخشه تاني. الكونديشن ما اتحققش، الاي بقت ب5، ال5 مش اصغر من 4، يبقى الاف دي هتروح لمين؟ للفولس بتاعتها. هتقوم طالعه ومكمله البروجرام بتاعها وتعمل اي حاجه بقى. خلاص هي طلعت من اللوب كده، تروح تعمل بقيه الحاجات اللي المفروض تعملها. مثلا في حالتي كنت ان انا عايز انهي البروجرام، عملت انت. طيب شفنا في الاكزامبل ده ان انا ازاي ان انا ممكن يكون عندي كود متكرر، الكود هو مكتوب كذا مره. طبعا مثلا لو كنت هبرنت من 1 ل100 كنت هكتب برنت دي 100 مره، لكن في الكود دوت ايه اللي هيتغير لو كنت عايز ابرنت من 1 ل100؟ لو كنت عايز الكود البروجرام ده يبرنت لي من 1 ل100 كنت هغير فيه ايه؟ مش هغير فيه حاجه غير ان انا بدل ال4 دي هخليها 100 بس. لو خليت اي اصغر من او تساوي 100 هيقوم داخل جوه اللوب دي كام مره؟ 100 مره، يبرنت 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 لحد 100. اول ما يوصل لل100 خلاص هيقوم طالع من البروجرام. في عايز تبرنت لحد 1000 هتخلي بدل ال4 ديت 1000. بتغير الكونديشن اللي انت عايزه يخش في الكود المشترك. فاللوب بيبقى عندي كود متكرر، الكود المتكرر دوت فيه جزء مختلف ما بين ده وده وده وده. ايه المختلف عندي؟ كان الرقم اللي انا كنت عايز ابرنته، فبالتالي حطيته في فاريبل، حاجه متغيره، فعملت برنت اي، برنت لفاريبل. طيب بعد كده الفاريبلز اللي جوه البلوك الكود اللي بيتكرر ده لازم في الاول خالص يبقى ليها انيشال فاليو. طيب يبقى احنا اول حاجه عندنا الكود اللي بيتكرر، تاني حاجه الفاريبلز اللي جوه دي لازم اديها انيشال فاليو. فانا عندي هنا الانيشال فاليو خليتها بكام؟ الاي عايزها اول مره تبقى ب1 عشان اول مره عايزه برنت 1. يبقى تاني جزء عندي حاجه اسمها الانيشال فاليو. كويس. طيب الاي ديت اديت لها قيمه ابتدائيه، قيمه ابتدائيه اللي هيخش بيها اللوب في اول مره، اللي اول مره عشان انا دلوقتي هنا هتشيك على الاي، هتشيك على الاي. طيب كانت الاي قيمتها بكام؟ اول مره خالص قيمتها ب1. دي الحاجه اللي انا القيمه الابتدائيه بتاعه الفاريبلز اللي جوه الكود اللي بيتكرر. طيب بعد ما كتبت الكود اللي بيتكرر وحطيت انيشال فاليو، المره الجايه لما اخش جوه اللوب لازم الفاريبلز دي قيمتها تتغير عشان تيجي المره الجايه تعمل وظيفه مختلفه. طيب فعملت ايه؟ فرحت بعد ما خلصت الكود اللي انا عايز اللي عايزه يتعمل او البروجرام اللي بيتكرر،
باجي اغير قيمه الفاريبلز اللي عندي في الخطوه ده اهي، بغير قيمه الفاريبلز اللي انا بتتحكم فيها جوه الكود اللي بيتكرر، وده اللي بينقلني للخطوه اللي وراها، ده اللي بيوديني للخطوه اللي بعد مني، وده اسمها الانكريمنتال ستيب. دي الخطوه دي اللي بتنقلني للخطوه اللي بعد مني، اللي تبدا لما اخش تاني في الكود المره الجايه ابقى داخل بقيمه فاريبلز جديده، قيمه فاريبلز مختلفه، ودي اسمها الانكريمنتال ستيب. اخر حاجه في اللوب الكونديشن. الكونديشن اللي بيتشيك اخش جوه اللوب ولا اطلع بره اللوب. الكونديشن اللي بيقول لي اطلع امتى من اللوب. انا هفضل شغال، انا من قبل الكونديشن ده لو ما كانش موجود كنت هفضل طول عمري شغال في اللوب عمال الف من غير ما اقف. طب يبقى لازم حاجه توقفني تقول لي لا دلوقتي اطلع من اللوب، فعشان كده بنحط الكونديشن دوت اللي اسمه ستوبنج كونديشن. الكونديشن اللي هيقول لي وقف اللوب بتاعك، ستوب، اعمل ستوب لللوب بتاعك وكفايه لف جواه. فاي لوب في الدنيا غالبا بيتكون من الاربع حاجات دولت. اول حاجه الكود اللي بيتكرر، تاني حاجه لو عندي فاريبلز جوه يبقى الفاريبلز دي لازم في الاول يبقى ليها انيشال فاليو، دي بتكون قبل ما اخش في اللوب خالص، وبتتنفذ مره واحده بس، ما بتتنفذش كل مره في اللوب، دي بتتنفذ مره واحده بس قبل ما اخش فيها اللوب. بعمل حط قيم ابتدائيه للفاريبلز اللي جوه اللوب. تالت حاجه الانكريمنتال ستيب، عشان لما اتنقل للخطوه اللي وراها الفاريبلز اللي عندي جوه ديت قيمتها لازم تكون بفاليو جديده، عشان اول مره بقى واحد، تاني مره تبقى اتنين، تالت مره تبقى بتلاته. فبعمل انكريمنتال ستيب، حاجه بتغير قيمه الفاريبلز اللي جوه دي عايزها تبقى كام المره اللي وراها. واخر حاجه الستوبنج كونديشن، الكونديشن اللي بيقول لي امتى اقف وما اكملش لف جوه اللوب. طول ما الكونديشن ده بيتحقق انا هفضل شغال جوه اللوب. والله الكونديشن ده لو ما اتحققش معنى كده ان انا خلصت اللوب، وساعتها بطلع من اللوب واكمل بقيه البروجرام بتاعي. دي كانت اللوبس. ميزتها الاساسيه ان انا لو عندي كود بيتكرر ما اقعدش اكتبه اكتر من مره، لا انا بكتبه مره واحده بس، لكن بكتب شويه حاجات تخليه يتنفذ الكود دوت اكتر من مره. في الحلقه الجايه هنشوف ازاي ممكن نكتب اللوبس في الجافا.